بيبدأ فيلمنا في مدينة اسمها فري سيتي، وبيظهر شاب لابس نظارة شمسية بينزل، وبيتضح ان اصحاب النظارات الشمسية دول الابطال المتهورين اللي عايشين في المدينة. بينزل الشاب ده يركب عربية مش بتاعته ولا البنت اللي في العربية يعرفها، بس هو يعمل اللي هو عايزه علشان لابس النظارة الشمسية. وبتحصل له عدة مطاردات مع رجال البوليس وبيضربوا عليه نار بكل الطرق، بس هو في الاخر بينجح ان هو يهرب منهم ويموتهم. ده بقى شاب اسمه جاي بيصحى من النوم ويروح يطمن على السمكة بتاعته ويغير هدومه ويقعد يفطر علشان ينزل يروح شغله اللي هو في البنك. بعدها بينزل جاي ياخد القهوة بتاعته من الكافيه اللي جنب البنك، ويفضل يهزر مع البنت اللي بتقدم له القهوة، ويسلم على الضابط جوني اللي بيبقى قاعد في الكافيه بيفطر. وهو خارج بيشوف حذاء بيعجبه جدا وبيعجبه سعره، وبيقول للبياع انا هرجع اشتريه. بعدها بيروح علشان يسحب فلوس من الفيزا بتاعته، بس فلوسه ما بتكملش. بيقابل صديقه بادي وبيمشوا هما الاتنين لحد البنك، بيفضلوا ماشيين مع بعض بيتكلموا، بس بتحصل حاجات غريبة زي انهم بيلاقوا راجل بيتكسر بالازاز بتاع المتجر وبيقع قدامهم، وبيقوموا جاي وبيمشي هو وصديقه يروحوا على البنك اللي شغالين فيه. بيروح جاي وصديقه يبداوا شغلهم في البنك، وبيكون جاي بيدور على شريكة لحياته، لدرجة ان هو بيشوف اي اتنين مع بعض بيبقى نفسه يكون زيهم. صديقه بيفضل يصبر فيه ويقول له هتلاقي البنت اللي انت عايزها شريكة لحياتك ما تقلقش. وهما بيتكلموا بيدخل عصابة سطوة على البنك، وبينبتح جاي وصديقه ويكملوا كلامهم على مواصفات فتاة احلام جاي. وبيخرج رئيس البنك بس بيضربوا واحد من عصابة السطو اللي هجمت على البنك. بعدها بنلاقي راجل لابس لبس غريب جدا بتجيله بنت وهي نازلة بحبل من فوق، وبتسأله على حاجة تخصها، بس هو بيقول لها ان حاجتك مش معايا بس انا عارف مع مين. بترفع البنت عليه السلاح بتاعها وبتقول له انت عارف انا بعمل ايه في اللي بيضيع وقتي. بيرد عليها الراجل اللي لابس لبس غريب ويقول لها احنا ممكن نتقابل تاني قريب، بس البنت بتقول له انا ما عنديش الرغبة اني اشوف قبر امك دلوقتي. بيقول لها الراجل ده انت بتحبي تهزري كتير، وبيوريها خريطة لموقع سري هي كانت بتدور عليها، وبيديها لها مقابل شريط كان طالبه منها، بس بيسألها عن الشريط التاني. بترد عليه البنت وبتقول له انا بكره اللي بيطرح عليا اسئلة كتير، وبتسيبه وتمشي. بس وهي ماشية بيسألها تاني، فبتقتله البنت على طول وتخلص منه. بعدها بنلاقي جاي بيكون ماشي هو وصديقه في المدينة بعد الشغل، وبيقول له شوف الحذاء اللي كان لابسه الحرامي في عملية سرقة البنك. صديقه بيسأله انهي سرقة فيهم، اللي كانت الساعة 2 ولا كانت الساعة 4. بيرد جاي ويقول له لا اللي كانت الساعة 4، الحذاء اللي هو كان دايس بيه على وشي. وهما بيتكلموا بتظهر البنت اللي ظهرت في الاول وقتلت الراجل اللي كان لابس لبس غريب. بيشوفها جاي وبيدخل في حالة ذهول لانه بيعجب بيها جدا، وبيسأل على الاغنية اللي كانت بتغنيها وهي ماشية. بتقول له البنت انها مش اغنية وبتسيبه وتمشي. جاي بيكون عايز يروح وراها وصديقه بيحاول يمنعه، وبيقول له انها من الناس اللي بتلبس نظارات شمسية، بس جاي ما بيسمعش كلامه ويفضل ماشي وراها لحد ما بيوصل عند قضبان القطر، وبيحاول ان هو يعديه بس بيجي قطر وبيهبطه. بعدها بيظهر ان البنت دي كانت بتلعب، وكل اللي بيحصل ده كان مجرد جرافيك في لعبة من الالعاب، وبتعمل البنت حفظ للمكان اللي هي وقفت عنده. وبيتخلص وبتشوف اعلان لنفس اللعبة بس الجزء التاني منها. بتجيلها البنت اللي شغالة في المطعم اللي هي قاعدة فيه، وتقول لها البنت الويتر انت شكلك بتحب اللعبة دي زي بقية الناس اللي مهووسة بيها، بس بترد عليها البنت وتقول لها انها رفعت دعوة قضائية ضد الناشر، والدليل اللي هي عايزاه موجود في اللعبة. بعدها بتبدأ اللعبة تاني من اول وجديد، وبيبدأ جاي نفس اليوم اللي بيبدأه كل يوم، وبيروح الكافيه بيلاقي البنت اللي شغالة هناك بتديله القهوة اللي هو بيشربها، بس جاي بيكون عايز يغير ويشرب حاجة جديدة. البنت واللي موجودين في المكان بيستغربوا كلامه، وبيقول له الظابط جوني ان اللي انت بتعمله ده من العادات القوية، بس جاي بيكون مصر ان هو يشرب كابتشينو. بس بنلاقي ان في دبانة جت وقفت قدام الكافيه ووجهت نفسها ناحية جاي. بعدها جاي بيشوف اللي حصل في المكان نتيجة طلبه الغريب، ويقول لهم ان هو كان بيعمل كده علشان يخوفهم بس مش اكتر، وبيقول لهم ان هو كان بيهزر وبياخدها منها ويشربها ويخرج من المكان. بيروح جاي للبنك اللي هو شغال فيه علشان يمارس شغله، وبتدخل عصابة السطو زي كل يوم، وبينبتح جاي هو وصديقه وكل اللي في البنك. بس جاي وهو منبطح بيشوف البنت اللي شافها في اليوم اللي قبله، وبيكون عاوز يقوم يروح لها تاني، بس صديقه بيمنعه وبيقول له ان البنت دي من اصحاب النظارات الشمسية، يعني ما ينفعش انت تتكلم معاها لانك ما بتلبسش النظارات دي زيهم. جاي بيقول له ان انا هيكون معايا النظارة الشمسية دي، وبيقوم يكلم واحد من عصابة السطو ويطلب منه النظارة بتاعته اللي هو لابسها. بعدها بيظهر ان في بنت هي اللي متحكمة في شخصية السارق اللي بيكلمه جاي، وبيفضل الشخص ده يضرب في جاي ويحذره علشان ما يموتوش، وصديق جاي يحذره من اللي هو بيعمله. بس جاي بيكون عنده هدف واحد بس، هو انه ياخد النظارة علشان يروح يكلم البنت اللي شافها، وبينجح جاي ان هو ياخده، بس بيموت الشخصية اللي خد منها
بيقلع النضاره غصب عنه وبيدخل كل اللي موجود في المكان في حاله ذهول من اللي جاي عمله. بس جاي بيسيب السلاح جنبه وياخد النضاره ويجري علشان يلحق البنت. بعدها بيخرج جاي يشوف البنت ويلبس النضاره، واول ما بيلبسها بيتخض لان هو بيشوف حاجات اول مره يشوفها، زي كانه في لعبه وفيها اسلحه وطيران ودبابات. وبيشوف جاي وهو لابس النضاره شنطه اسعافات اوليه على الارض، ويسال راجل قاعد عليها، بس الراجل ما بيكونش شايفها لانه مش لابس النضاره اللي لابسها جاي. بالله جاي بيفضل يقلع ويلبس في النضاره علشان يتاكد من اللي هو شايفه، وبيروح يمد ايده ناحيتها علشان ياخدها ويرجع لطبيعته تاني والجروح اللي كانت في وشه تختفي. بيمشي جاي في المدينه بعدها وبيشوف كل حاجه بتحصل في اللعبه وهو لابس النضاره، وبيلاقي واحد كان طاير فوق وبعدها وقع على الارض ومات، وبيظهر حواليه فلوس. يروح جاي ياخد الفلوس من الراجل ده وبيلاقي حسابه زاد وبيروح علشان يصرف الفلوس اللي كسبها. اما ده يبقى المقر الرئيسي بتاع اللعبه، ويكون الشابين كيز وموسير قاعدين بيشوفوا اللي جاي عمله في اللعب، وبيقولوا ان هو شخص غير قابل للعب، ازاي بيعمل كده؟ بيرد موسير على كيز ويقول له انت ممكن تحذره مدى الحياه وما يكونش موجود في اللعبه تاني. بيرد كيز ويقول له حاولت اعمل كده معرفتش. جاي ده شخص بارع جدا، وبنلاقيهم هما الاتنين بيتفقوا ان هما يلعبوا ويختاروا شخصيات من اللعبه علشان يروحوا يتخلصوا من جاي. بعدها بنلاقي جاي خارج من محل رياضي ولابس الحذاء اللي هو كان بيقول هيشتريه، وبيفضل ماشي في الشارع لحد ما بيروح لحد القضبان وبيقف لحد ما القطر يعدي، وبيشوف جاي باب بعد القضبان بتاع القطر وبيفضل يبص عليه من بعيد. وبنلاقي في نفس الوقت الشابين موسير وكيز نزلوا اللعبه بشخصيه ضابط وارنب وجم المكان اللي واقف فيه جاي، وبتم ما بينهم مناقشات كبيره لحد ما بيضربوا على جاي نار، ويفضلوا ماشيين وراه في الاماكن اللي هو بيحاول يهرب فيها ويطلقوا عليه النار. جاي في نفس الوقت ده بيكتشف حاجه مهمه جدا، وهي ان الحذاء اللي لابسه بيقدر يخليه يقفز لاماكن عاليه جدا، وبينجح ان هو يخليه يهرب منهم. بس مواسير وكيز بيفضلوا يطاردوا في جاي وبيطلعوا وراه المكان اللي كان بيهرب منهم فيه، بس جاي بيلاقي ان هو يستخدم كل القفازات اللي كانت معاه، فبيقوم يجري منهم وهم بيضربوا عليه نار لحد ما بيخرج على جسر متعلق في الهواء ويفضل يجري عليه، بس بيقع في الشارع. وبينجح جاي ان هو يهرب منهم، بس بيخبطوه الشابين مواسير وكيز بالعربيه وبيموتوه. بعد ما بيموتوه مواسير وكيز بيفضلوا يتكلموا مع بعض، وكيز بيقول له ازاي ده حصل، في حاجه غريبه. ومواسير بيقول لكيز ازاي انت تبقى مصمم العاب كبير وهنا شغلك كله بيقتصر على الشكاوي اللي بتتقدم من اللعبه. بيرد عليه كيز ويقول له دي قصه طويله جدا. بعدها بنلاقي لقاء تلفزيوني للشاب كيز وصديقته ميلي اللي اشتركت معاه في اختراع لعبه جديده، واللعبه دي انتشرت في العالم كله وهم بقوا مشهورين. يرجع كيز البيت بيلاقي صديقته قاعده بتتفرج على اللقاء ده، وبيتضح ان انطوان صاحب لعبه فري سيتي اشترى منهم الذكاء الاصطناعي اللي كان في لعبتهم وحطه جوه لعبته، وهم ما خدوش الاجر المناسب نتيجه اللي حصل. فميلي بتقول له ان هي لقت الدليل على كلامها، وان انطوان صاحب لعبه فري سيتي ومخبيه في شريط من شرايط احد اللاعبين، وبتطلب من كيز ان هو يدخلها اللعبه. فبيقول لها كيز انا مهتم بالموضوع ده ما تقلقيش. بعدها بيصحى جاي ليوم جديد ويغير هدومه علشان يبدا اليوم بتاعه كعادته، وفي نفس الوقت بتبدا ميلي اللعبه وبتجيب الخريطه اللي هي خدتها من الراجل اللي كان لابس لبس غريب وقتلته في الاخر، وبتفتح الخريطه وبتروح لمكان فيها. من خلال المكان ده تقدر توصل للدليل على ان انطوان واخد منهم الذكاء الاصطناعي بتاع لعبتهم. بتروح ميلي للمكان وبتفضل تراقب الحراس اللي فيه وبتراقب الدخول والخروج، وفي نفس الوقت بتلاقي جاي نزل نفس المكان اللي هي فيه. بعدها بتحاول تعرف ميلي مين هو جاي وبتفتكره واحد لا يصلح للعب، بس جاي بيفكرها بنفسه ان هو شافها وهي بتردد اغنيه وهي ماشيه، وفضل يتبعها علشان عايز يتعرف عليها. في نفس الوقت العصابه بتاخد بالها منهم وبتضرب عليهم نار. بتقوم ميلي وتبادلهم في اطلاق النار لحد ما بتستخدم تقنيه من تقنياتها وبتهرب، وبيهرب جاي معاها. بعد ما بيهربوا للمكان التاني بيسال جاي ميلي ويقول لها ايه اللي حصل ده، بتقول له ان انت كنت هتبوظ المهمه بتاعتي. فبيقول لها ان هو ما يقصدش، هو كان بيحاول يساعدها بس. بعدها بتدخل ميلي لمكان فيه الاسلحه بتاعتها وتاخد كل اللي هتستخدمه منها. هما جوه المكان جاي بيتعرف عليها وبيعرفها على نفسه ويقول لها ان هو هيساعدها في المهمه اللي هي كانت هتقوم بيها. بترد عليه ميلي تقول له ان هي بتحب تشتغل لوحدها. بعدها بنلاقي جاي بيحاول ان هو ياخد اسلحه زيها بس ما بيعرفش، فبتقول له ميلي ان هو علشان يستعمل الاسلحه دي لازم يكون مستواه عالي زيها. وبعدها بتوريه ميلي مستواها وبتشوف مستواه بتلاقيه واحد بس، وبتقول له ان لازم يكون مستواه 100 على الاقل علشان يعرف يستعمل الاسلحه المهمه. جاي بيستفسر منها وبيسالها ازاي يعلي مستواه. بتقول له ميلي ان هو ممكن يضرب الناس اللي ماشيه في الشارع ويعمل اي شغب بالطريقه دي مستواه هيعلى. بيرد عليها جاي ويقول لها ان هو مستحيل يأذي
الابرياء والناس اللي ماشيه في الشارع. بتنبهر ميلي من كلام جاي شويه، بس بتقول له ان العالم كله عايز كده. بيرد عليها جاي ويقول لها ان العالم مش بالسودة. بترد عليه ميلي وتقول له انت لو قابلت الشخص المسؤول عن العالم ده هتتفق معايا في رايي. بيقول لها جاي انت قصدك على الرب، انت عايزه تقولي انك قابلت الرب؟ بتقول له ميلي انا قصدي على انطوان صاحب اللعبه. بس بتقول له ميلي انت لو فعلا عايز ترفع مستواك من غير ما تاذي حد ممكن تاخد الاسلحه من الناس اصحاب النظارات الشمسيه. بيرد عليها جاي ويقول لها طب ازاي هعرف ان مستواي زاد؟ بتقول له ميلي لما توصل ل100 ساعتها هنتكلم. بيخرج جاي من عند ميلي وهو مفعم بالحيويه، وبيفضل يتامل في كل حاجه على الارض لحد ما بيلبس نظارته، وبيبدا المهمه بتاعته في انه يكون راجل مثالي ويدافع عن الناس وياخد الاسلحه بتاعه الناس اللي بتضربهم. بس في الاول بيتقتل بسهوله لانه لسه ما اكتسبش المهارات المثاليه اللي تخليه يقدر ينفذ مهمته. بس بعد كده مره ورا مره مستواه بيعلى. بعدها بنلاقي كل الناس اللي بتلعب لعبه فري سيتي بتتكلم على شخصيه صاحب القميص الازرق اللي هو جاي، وبيقولوا ان هو بيقوم بدور البطل بتاع اللعبه، ونفسهم يعرفوا الهويه بتاعته وان مين اللي بيقود الشخصيه دي. وبنلاقي الاطفال حول العالم بتحاول تقلده وتبقى زيه، وفي نفس الوقت بنلاقي جاي مستواه بيعلى وبيقدر ان هو ينجز المهمات اللي كانت صعبه عليه في البدايه لحد ما بيوصل للمستوى اللي كانت ميلي طالباه منه. بعدها جاي بيروح للبنك اللي هو شغال فيه وبيقابل صديقه، وبيساله صديقه انت كنت فين بقالك يومين ما بتجيش؟ وبيستغرب لبسه ويساله على اللبس اللي كان دايما بيلبسه. جاي بيرد عليه ويعتذر له ويقول له انا هفهمك كل حاجه حصلت، ويقول له جاي ان هو يتكلم مع البنت اللي كانوا شافوها وهم ماشيين. صديقه بيقول له اتكلمت مع البنت صاحبه النضاره الشمسيه؟ جاي بيقول له ايوه لان انا كمان بقيت من اصحاب النضارات دي. في نفس الوقت بنلاقي الاقتحام بتاع العصابه اللي بتدخل على البنك وصل المكان، بس جاي ما بيديش اي اهتمام ليه وبيفضل يتكلم مع صديقه على انه حياته اتغيرت وكان السبب في ده هي النضاره الشمسيه اللي لبسها. بعدها بنلاقي واحد من العصابه بيهجم عليه، بس جاي بينجح ان هو ياخد منه سلاحه ويقول لصديقه خد الفرصه وجرب انت كمان النضاره دي وشوف الفرق اللي هيحصل في حياتك. وبياخد النضاره من فرد العصابه وبيديها لصديقه، بس صديقه ما بيرضاش بيها ويقول له انا مش هقدر اخدها. جاي بعدها بياخد السلاح من اللاعب اللي كان بيقتحم البنك ويقول له امشي وسيب المكان، ويقول للبنت اللي كانت معاه انت المفروض تكوني مع راجل افضل من ده. البنت بتستجيب لكلامه وبتمشي هي كمان. بنلاقي كيز وهو قاعد في الشغل بتاعه بيجيله رساله من ميلي وبتطلب منه ان هو يساعدها. وبنلاقي ميلي بتوصل عند المكان اللي فيه الشريط اللي متسجل عليه الذكاء الاصطناعي المسروق منهم. بعدها بيقدر كيز ان هو يفتح لها الباب ويخليها تدخل المكان، وبيقول لها ان هو مش هيعرف يعمل اكتر من كده. بتروح ميلي للمكان اللي فيه الشرايط وتاخد الشريط بتاعها، بس الانذار بيرن في المكان كله وتهجم عليها العصابه اللي موجوده. بس في نفس الوقت بيدخل جاي المكان ويفضل يضرب في افراد العصابه، وبتنبهر ميلي من وجوده في المكان. كيس بيكون بيتبعها وبيسالها انت بتتكلمي مع مين؟ ميلي بتقول له ده صاحب القميص الازرق، الشخصيه اللي هي غير قابله للعب وهي بتضرب في افراد العصابه. في نفس الوقت جاي بينبهر جدا بيها وباللي بتعمله وبينجذب لها اكتر من الاول، وبيروح ياخد الموتوسيكل وبيقول لميلي احنا لازم نمشي دلوقتي. وبينجحوا هما الاثنين ان هما يهربوا بطريقه جميله. بعدها بيجي انطوان رئيس الشركه اللي اصدرت لعبه فري سيتي ويدخل مقر الشركه بتاعته، وبيقابله واحد من الموظفين يقول له على شخصيه صاحب القميص الازرق اللي هو جاي وان احنا هنتخلص منه. بس بيرد عليه انطوان ويقول له ان الشخصيه دي الناس بتحبها، وبيقول له انا هستخدم شخصيته في لعبه فري سيتي 2، وبيطلب من الموظفين بتوعه ان هم يزودوه ببعض التقنيات علشان الجزء الثاني من اللعبه. في نفس الوقت بيجي له كيز ويقول له ان اللعبه مليانه عيوب والناس كلها بتشتكي منها، وبيقول لانطوان ان هم ممكن يعملوا لعبه حقيقيه افضل بكتير من اللعبه دي. بس انطوان بيرد عليه ويقول له ان اللعبه دي الناس كلها بتحبها، فلازم اللعبه الجديده تكون بنفس النمط بتاعها، لان مش من المنطقي اكون عارف ان الناس بتحب حاجه وانا اروح اعمل لهم حاجه تانية. وبيقول انطوان لكيز انا مش عايزك تتعب تفكيرك في حاجه، انا عايزك تفكر في الابداع للشركه دي. وبعدها بيفتح كيز اللعبه تاني وبيكون جاي وميلي راحوا مكان بيسمى بمستودع فري سيتي للاسلحه، وبيقول لها جاي ان هو مستواه عالي علشان يوصل للمرحله دي. بيفضلوا يتكلموا مع بعض وبتساله ميلي عن هويته وشخصيته لانها بتستغرب ازاي مستواه يرتفع بالسرعه دي. بعدها بيقربوا من بعض اكتر ويمشوا مع بعض لحد ما يروح ياكلوا ايس كريم، وبيكونوا هما الاتنين بيحبوا نفس النوع. وبتقول له ميلي انت مضحك بشكل غريب جدا، وبيقول لها جاي نكته بايخه، بس بترد عليه ميلي وتقول له يا ريت ما تقولش نكت. بيفضلوا هما الاتنين ماشيين مع بعض وبتقول له ميلي انها بتحب المراجيح جدا لانها بتخليها حره ومنطلقه. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وهم ماشيين لحد ما بيخلصوا كلام، وبتقول له انها اسمها ميلي مش مولوتوف، وهو بيقول لها ان هو اسمه جاي مش صاحب القميص الازرق.
بعدها بنلاقي كيس بيروح لميلي بيتها وبيخبط عليها ويدخل يقول لها انت كان معاكي حق في كل حاجه، ويقول لها شفرتنا موجوده في لعبه فري سيتي، وان الشخصيات اللي بتتغير وبتنمو دي بسبب الشفره بتاعتنا، وعلشان كده فري سيتي ناجحه لانها بتبان واقعيه للناس، فحبهم للعبه بيزيد بسبب كده، بسبب الشفره بتاعتنا. بيقول لها ان الشخصيه صاحب القميص الازرق ده مش لاعب، ده الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يطور من نفسه. بترد عليه ميلي وتقول له ان دي شخصيه غير قابله للعب، بس كيس بيقول لها انت مفكره ان الشخصيات الغير قابله للعب نازله اللعبه من غير ما يكون ليها حياه خاصه بيها، هما بيقدروا يطوروا من نفسهم. بعدها بيقول لها انطوان كان بيكذب علينا في موضوع ان هو ما استخدمش شفرتنا، وبيقول لها ان لعبه فري سيتي 2 مش تحديث لفري سيتي 1، لا ده بديل عنها، لانه لما ينزل اصدارها هيتمسح شفرتنا وصاحب القميص الازرق ده مش هيكون موجود تاني في اللعبه. بعدها بيقول لها كيس احنا قدامنا 48 ساعه بالظبط قبل اطلاق فري سيتي 2 علشان نقدر نثبت ان الشفره اللي استخدمها انطوان في فري سيتي 1 بتاعتنا، وبيقول لها ان هي ممكن تقول لصاحب القميص الازرق علشان يساعدها، لانه مش هيكون ليه وجود لو اللعبه الجديده نزلت، فلازم ينقذ العالم بتاعه. بعدها بتروح ميلي لجاي وتقول له انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه، فجاي بيهزر وبيقول لها انت طلعتي متجوزه. بترد ميلي عليه وتقول له لا، فبيقول لها جاي ان مش هيكون في اسوأ من كده نهائيا، ويضحك هو وبياع الايس كريم. بس بترد عليه ميلي وتقول له تعالى معايا وانا هقول لك الاسوأ. بتاخد ميلي جاي وتروح للمكان اللي بيتجمعوا فيه اللاعبين وبيلعبوا لعبتهم، وجاي هو داخل بيشوف كل الاحداث اللي بتحصل على شاشات العرض، وبتقول له ميلي انا جايبك هنا علشان اقول لك ان المدينه دي وكل اللي بيحصل فيها مجرد لعب. فبيقول لها ما انا عارف انها لعبه وانت علمتني ازاي العبها. فبترد عليه ميلي وتقول له ان هي مش شبه اللعبه، هي فعلا لعبه. فبيسالها جاي عن العالم كله عباره عن لعبه. بترد عليه ميلي وتقول له ايوه بالظبط. بيقول لها جاي واحنا مجرد لاعبين في اللعبه دي. بترد عليه ميلي وتقول له ان مش كلنا لاعبين، بعض الشخصيات هم اللي لاعبين، انما انت من الشخصيات اللي بنقول عليها ان بي سي. وبيشوف جاي وهو بيتكلم معاها بعض الاحداث اللي كانت بتحصل له في اللعبه، وبيدخل في حاله ذهول شويه من كلام ميلي، ويقول لها يعني انا مزيف والعالم كله مزيف. ويقول لها انت لو ما قلتيش كده من بدري وانت عارفه اللي انا بحبك. فبترد ميلي عليه وتقول له انت حاسس انك بتحبني علشان انت مبرمج كده. بيستغرب جاي جدا من كلام ميلي وبيسيبها ويمشي. بعدها ميلي بتمشي ورا جاي وتطلب منه ان هو لازم يتدخل ويعمل حاجه علشان لو اللعبه الجديده نزلت هو مش هيكون ليه وجود فيها. بس جاي بيرد عليها بانفعال ويقول لها ان هو ما كانش عايش لحد ما شافها وبدا يحس حياه جديده وشكل جديد لطريقه حياته. وبيقول لها وهو متاثر بس انت طلعتي حقيقيه وانا ولا حاجه. وبيسيب ميلي ويمشي، وبتكون ميلي متاثره بكلامه زي ما هو متاثر بالظبط. بعدها جاي بيفضل ماشي وعنده لا مبالاه من كل حاجه حواليه لحد ما بيوصل عند البحر وبيمسك طوبه وبيحدفها، بس بيلاقيها بتختفي واي كأن العالم اللي عايش فيه افتراضي ونهايته عند البحر ده، وانه ما ينفعش حد يعديه. وبيمد ايده وبيحاول ان هو يعديه، بس برضه بيكتشف ان هو لو عداه مش هيكون ليه وجود بعد كده. بيدخل جاي في حاله ذهول وبيتعصب جدا لانه بيفهم ان كل اللي عايش فيه ده مجرد وهم، وان حياته عباره عن كذب في كذب. وبيرجع للشوارع بتاعت فري سيتي وبيبقى مش طايق اي حد من الناس اللي في الشارع، لدرجه ان هو وقف يزعق للست العجوزه اللي طول الوقت بتدور على القطه بتاعتها. وبيقف في نص الشارع وبيفضل يقول ان الشارع ده مزيف والمدينه دي مزيفه وكل حاجه هنا في المكان كذب في كذب، بس بتيجي عربيه وبتخبطه وبيموت وبيبدا من جديد اللعبه. بعدها جاي بيروح لصديقه بادي اللي كان معاه في البنك ويزوره في بيته، وبيتكلم معاه ويساله ايه اللي انت كنت هتعمله لو عرفت انك غير حقيقي. اول الكلام صديقه بادي بيضحك عليه وبيتريق على كلامه، بس بيبدا يفهم منه ويستوعب هو يقصد ايه. وبيقول له انا هنا هو عايش علشان اساعد صديقي واقف جنبه في امر من الامور اللي تخصه. جاي بيستغرب كلام صديقه وبيساله بيقول له حتى لو كنت عارف ان انت غير حقيقي. بيرد صديقه ويقول له حتى لو كنت غير حقيقي يكفيني ان اللحظه اللي احنا عايشينها واللي انا بعمله دلوقتي من مساعده صديقي حقيقي. جاي بيدخل في حاله ذهول من كلامه وبيقول له بعدها انت ليك علاقه بحراس الامن زمايلك التانيين. بيرد صديقه ويقول له اكيد. جاي بيقول له طب يلا علشان احنا عندنا مهمه تانية هنعملها دلوقتي. بعدها بياخد جاي صديقه للمكان اللي هو راح فيه لميلي لما كان بيساعدها، وقال لصديقه ان احنا جايين هنا للمكان علشان نساعد ميلي ونجيب الشريط اللي هي كانت عايزاه ونديهولها. هما بيتكلموا بيجي صاحب المكان اللي هم فيه ويقول لهم انتوا ازاي دخلتوا هنا بسهوله كده. جاي بيرد عليه ويقول له احنا جايين هنا علشان ناخد شريط الفيديو. بيرد عليه الراجل صاحب المكان ويقول له هو انت صاحب القميص الازرق؟ جاي بيرد عليه ويقول له ايوه انا. بيفرح جدا الراجل وبيقول له ان هو من اشد معجبينه، وبيقول له انت تاخد اي حاجه انت عايزها. وبيفضل يتكلم وفرحان جدا بالموقف. وجاي بطريقه مضحكه بيساله بيقول له انت بتكلم مين؟ بس الراجل بيكون فاكره بيهزر وبيضحك
على كلامه. بعدها بيروح جاي لميلي وبيحاول ان هو يفوقها علشان يعرفها ان هو جاب الشريط اللي كانت بتدور عليه، بس ميلي ما بتكونش فاتحه اللعبه في الوقت ده. بس بعدها مره واحده بنلاقي ميلي بتفتح اللعبه وبتتكلم مع جاي اللي بيتخض منها، بس بيديلها الشريط وبتفرح جدا بيه. بعدها بنلاقي الناس على منصات التواصل الاجتماعي مهتمه جدا بجاي وبتتكلم عليه ومشغوله باللي هو بيعمله. في نفس الوقت بنلاقي انطوان بيتضايق من حاجه زي كده، لان الناس مش مشغوله بلعبه فري سيتي 2 ومشغوله بواحد غير قابل للعب. وبيروح مقر الشركه بتاعته وبيفضل يتكلم مع التقنيين اللي بيصمموا الاشكال بتاعه اللعبه الجديده. وبيقابل كيز ويقول له دمر الشخص صاحب القميص الازرق ده. كيز بيرد عليه ويقول له ان الشخص ده مش مخترق اللعبه علشان ادمره، ده شخصيه غير قابله للعب. بعدها انطوان بيستغرب كلام كيز وبيقعد في الارض علشان يفكر وبيعمل حركات غريبه جدا. بس بعدها بيقوم ويقول المصممين والتقنيين اللي شغالين معاه ان احنا ممكن نعيد تشغيل ذكائه الاصطناعي من الاول، وبيطلب من اللي شغالين معاه ان هم يدوا له افكار عن كده. بعدها بنلاقي واحد منهم بيقول له ان احنا ممكن نعيد تشغيل الخادم من اول وجديد، هيرجع تاني الشخصيه غير قابله للعب. بيوافق انطوان على راي الشاب اللي شغال عنده وبيقول له اعمل كده. بعدها بنلاقي جاي وميلي راحوا قعدوا في مكان وشغلوا شريط الفيديو اللي جاي جابه لميلي، وقلت له ميلي ان هي انتظرت كتير علشان تحصل على الشريط ده. والشريط شغال، جاي بيقول لها ان هو شاف المكان اللي المعروض قدامهم قبل كده، بس الناحيه التانيه بيكون الشاب اللي اخذ امر من انطوان ان هو يعيد تشغيل اللعبه من اول وجديد نفذ الامر، وبيقف الشريط وبيقف كل حاجه حواليه، حتى ميلي كمان حركتها بتقف، وكل اللي موجودين في المكان بيحصل لهم كده لان اللعبه يعتبر كده وقفت. جاي بيخرج من المكان وهو شايف كل حاجه حواليه وواقفه لحد ما كل حاجه بتختفي بالتدريج، وبيختفي جاي وفري سيتي تفقد الاتصال بالانترنت. بعدها اللعبه بتشتغل تاني من اول وجديد في نفس اللحظه، ويبدا جاي اليوم بتاعه اللي كان بيبداه هو وصديقه بادي، وبينزلوا يروحوا شغلهم في البنك. بس وهما ماشيين بتظهر ميلي وتروح لجاي علشان تفكروا بيها واللي كان بيعملوا معاها، بس جاي ما بيكونش فاكر اي حاجه وبيعتذر لها وبيسيبها ويمشي. بعدها ميلي بتتصل بكيس في التليفون في الواقع الحقيقي وتحكي له اللي حصل، بس كيس بيقول لها انه اكتشف حاجه مهمه جدا وبيطلب منها انها تروح تفتح سجل اللعبه. بتروح ميلي تفتح سجل اللعبه وهي بتتكلم كيس، بيبدا كيس ان هو يشرح لها كل حاجه عن جاي وعن برمجته في اللعبه، وبيشرح لها ان هو كان ذكاء الاصطناعي اتعمل علشان ينزل يدور على شريكه حياته في اللعبه، وفضل يدور عليها لحد ما قابلك تاني. فبتبدا معاك كل حاجه تتغير من اول اما شافك، وبيقول لها ان كل حاجه في ايدك انت انك تفكري بكل الاحداث. بعدها بتدخل ميلي اللعبه وتدخل البنك اللي شغال فيه جاي على انها واحده من عصابه الساتو، وتاخد جاي بره البنك وتخرج. وهم خارجين بتقول له ميلي ان انت متبرمج على انك تروح البنك كل يوم وتشتغل وتتبع التعليمات، وبتديله نظاره من النظارات الشمسيه وبتطلب منه ان هو يلبسها. جاي في اول الامر بيرفض، بس بعد كده بيوافق وبيلبسها، وبيشوف حاجات غريبه اول اما بيلبسها وبيتخض من المنظر وبيشيلها من على عينه. بتبدا ميلي تقول له ان العالم ده هيختفي في خلال 24 ساعه، بس هما بيتكلموا بتيجي عربيه شرطه وميلي بتقذفها بالسلاح اللي معاها، وبعدها بتقوم بتقبيل جاي اللي بيفتكر كل حاجه حصلت معاها من اول اما شافها. بعدها بيروحوا بيت جاي وجاي بيقول لها على روتين يومه اللي بيصحى يعمله، وبيوريها انعكاس بيشوفه كل يوم من خلال الشباك بتاعه. ميلي اول ما بتشوف الانعكاس ده بتفرح جدا وبتقول له ان ده كان المنظر بتاع اللعبه بتاعتها هي وكيز، وان انطوان يستخدمه في فري سيتي بس نسي يحذف الانعكاس بتاع الذكاء الاصطناعي الخاص بلعبتهم. بتتصل بكيز تحكي له اللي هي شافته، بتقول له حاول ان انت توصل للمكان ده، ويقول لها كيز ان هو هيحاول يعمل حاجه. بعدها جاي بيروح يجمع كل الشخصيات اللي هي غير قابله للعب، وبيبدا يتكلم معاهم على ان اللي بيحصل لهم في اللعبه هو مش راضي عنه، وبيطلب من الراجل اللي هو دايما رافع ايده علشان خايف من العصابات ينزل ايده، بس الراجل برضه بيكون متبرمج على اللي هو فيه وعلى اللي بيحصل له. بيبدا جاي يقول لهم على العالم اللي هو هيعيش فيه مع ميلي، وان هو عالم هادي مفيش فيه العصابات والقتل والسطو اللي بيحصل في المكان اللي هم فيه. بيبداوا كلهم يفرحوا بكلام جاي وبيتحمسوا للحياه اللي هو بيقول لهم عليها، بس جاي بيقول لهم ان احنا عشان نروح للعالم ده لازم نغامر ونحارب، وبيوافقوا كلهم على كلام جاي وبيبداوا مهمتهم. بعدها بنلاقي كل اللاعبين واقفين في اللعبه بيستغربوا اللي بيحصل فيها، لانهم مش لاقيين اي حد من الشخصيات اللي هي غير قابله للعب يلعبوا معاهم. وبيبدا اليوتيوبرز يتكلموا على الذكاء الاصطناعي بتاع شخصيه صاحب القميص الازرق وسيطرته على كل الناس، لان ببساطه الناس كلها بتحبه. بعدها بنلاقي انطوان بيشوف كل الفيديوهات اللي بتطالب بتصليح اللعبه، وبيجي له فيديو من ضمن الفيديوهات بيفهم من خلاله ان اللي بيحصل في اللعبه ده سببه ميلي اللي هي تبقى شريكه كيز اللي كانت بتطالب
بيطالب بمقاضاته، وبتتم ان هو سرق الذكاء الاصطناعي بتاعهم وحطه في اللعبة بتاعته. بيروح انطوان لواحد من اللي شغالين معاه ويقول له احذفها من اللعبة، بس الشاب اللي شغال معاه بيقول له صعب لان حسابها استثنائي. فبيقول له انطوان خلاص يقتلها في اللعبة، بس برضه الشاب ده بيقول له صعب انها تتقتل لان الشخصيات اللي هي غير قابلة للعب دي في حالة اضراب كبيرة، ولازم تلاقي حل للكلام ده كله. الناحية التانية في اللعبة الشخصيات اللي هي غير قابلة للعبة بيبقوا متجمعين في كافيه لوحدهم وبيعملوا اللي هم عايزينه وبيكسروا القواعد والأنظمة اللي كانوا ماشيين بيها. بس انطوان بيقول للشاب اللي شغال معاه احنا هنموتهم كلهم. الشاب ده بيرد عليه ويقول له ان اي لاعب بيموت بيختفي للابد ما بيكونش ليه وجود. بيرد عليه انطوان ويقول له انا مش مهتم بحاجة زي كده. بعدها بنلاقي جاي وميلي راكبين عربية في اللعبة وبيحاولوا انهم يروحوا للشاطئ اللي انطوان مخبي عنده الذكاء الاصطناعي اللي كانوا واخده من ميلي وكيز. بس وهم ماشيين بالعربية بيحصل لهم مطاردات كبيرة من الشاب اللي شغال مع انطوان وبيحاول ان هو يعطلهم باي طريقة. بس في نفس الوقت بنلاقي كيز قاعد في مكانه وبيساعد ميلي وجاي في اللعبة وبيخليهم ينجحوا ان هم يهربوا من المطاردات. والشاب اللي شغال مع انطوان بينفعل جدا لان هو بيفهم ان في حد عمل كده وبيقوم يتسائل عن مين اللي ساعد جاي وميلي. بعدها ميلي وجاي بيكملوا طريقهم وبيروح انطوان والشاب اللي شغال معاه علشان يتابعهم من على الشاشة الرئيسية. والشاب ده بيقول لانطوان هم رايحين فين كده. انطوان بيرد عليه ويقول له رايحين عند شاطئ هيتمان. ويرد عليه الشاب ده ويقول له هيروحوا يعملوا ايه هناك، مفيش حاجة عند البحر غير المية. انطوان في نفس الوقت بيأمر التقنيين انهم يطلقوا شخصية جديدة في اللعبة قام بدأ يعملها علشان ينزلها، وبيأمرهم انهم ينزلوها علشان تروح تقتل جاي وتمنعه هو ميلي عن اللي عايزين يعملوه. بس التقنيين بيقولوا لانطوان ان الشخصية لسه ما كملتش وممكن يحصل له خلل وما يكملش، ومع ذلك انطوان بيكون مصر على نزول الشخصية اللعبة. بعدها بنلاقي انطوان بيأمر رجالة الامن انهم يجيبوا كيز للمكتب بتاعه ويقعد يتكلم معاه ويجيب له سيرة الشفرة بتاعته هو ميلي. كيز بيرد عليه يقول له انهي شفرة ويسأله ويقول له هو انت اصلا استخدمت الشفرة بتاعتنا في اللعبة بتاعتك. بيرد عليه انطوان ويقول له ان اللعبة اللي كان عاملها هو كيز لعبة غبية لو كانت نزلت ما كانتش هتعمل اي حاجة. كيز بيستغرب جدا كلام انطوان بس بيتحول 180 درجة ويطلع اللابتوب بتاعه ويدخل اللعبة ويعمل جسر كبير لجاي وميلي علشان يعدوا من عليه. في نفس الوقت جاي وميلي بيفرحوا جدا وميلي بتعتقد انها خلاص قربت جدا من حقيقة سرقة الشفرة بتاعتها هي وكيز. بعدها بنلاقي الشاب اللي شغال مع انطوان بيدخل ويقول له ان الامور ازدادت سوء اكتر، وبيفهم انطوان ان اللي حصل ده بسبب اللي عمله كيز. فبيأمر انطوان بطرد كيز من الشغل وبيقول للشاب اللي شغال معاه امسح كل اللاعبين اللي في اللعبة واقفل حساباتهم كلهم. بيروح الشاب ينفذ امر انطوان وفجأة بنلاقي ميلي بتبدأ انها تختفي، بس وهي بتختفي بتقول لجاي كمل انت وروح علشان تظهر الحقيقة بتاعت بناء لعبتنا. وبنلاقي كل اللاعبين اللي في اللعبة بيختفوا. في نفس الوقت كيز وهو واخد حاجته ماشي من المكتب بيخلي جاي يكمل المهمة اللي هو بيعملها. بيخلي كل اللاعبين اللي اتقفلت حساباتهم بيتفرجوا على مهمة جاي من خلال الشاشات. بس بعدها اللي بيحصل ان التقنيين اللي شغالين مع انطوان اطلقوا شخصية دود اللي بتنزل اللعبة علشان تتخلص من جاي وتوقفوا عن المهمة اللي هو عايز يعملها. بينزل دود وبيضرب جاي وكل اللي موجودين في اللعبة بيستغربوا الشخصية. بس في نفس الوقت بيجي بادي صديق جاي وبيركز مع شخصية دود علشان بتبقى شبيهة لجاي في شكل. بس دود بيضرب صديق جاي بقوة شديدة جدا وبيروح يكمل ضرب في جاي اللي ما بيعرفش يقاومه نهائيا. توم بيأمر الشاب اللي شغال معاه ان هو يفعل الضربة المميتة علشان يتخلص من جاي خالص، وبيروح دود علشان يضرب جاي الضربة المميتة. بس جاي بيلبس النضارة وبيتصدى للضربة بتاعت دود بالدرع بتاع كابتن امريكا اللي بيكون بيتفرج على اللعبة من خلال التليفون بتاعه. في نفس الوقت بيقوم جاي وبيضرب دود وبيرجع نفسه زي الاول، بنلاقيه بيطلع سيف ضوئي يستخدمه ويفضل يضرب فيه لحد ما بيوقعه على الارض. بعدها بنلاقي دود بيقوم وبيجري على جاي وينزل بيه على الارض وبيكون خلاص هيموته. بس صديق جاي بيحدف له النضارة بتاعته وبيلبسها جاي علشان يختار اي حاجة تساعده ان هو يتخلص من دود. بس جاي بيعمل حاجة تانية خالص وبيخلي دود هو اللي يلبس النضارة علشان يقوم دود ويتلهي مع الحاجات اللي شايفها ويسيب جاي خالص. بعدها انطوان بيتعصب جدا وبيروح على غرفة الخوادم بتاعت اللعبة علشان يدمرها خالص. في نفس الوقت جاي بيحاول ان هو يعبر الجسر هو وصديقه بادي اللي كان عامله كيز. بيروح انطوان وبيدخل الغرفة هو والشاب اللي معاه وبيسأله انطوان عن الخوادم بتاعت فري سيتي. بس الشاب ده بيستغرب اللي هو عايز يعمل وبيضرب انطوان الخوادم اللي متحكمة في لعبة فري سيتي علشان يدمرها. وفي نفس الوقت بيظهر الدمار على اللعبة وبتبدأ كل حاجة تختفي من اللعبة بالتدريج. بعدها بنلاقي انطوان بيسأل الشاب عن الخوادم اللي متحكمة في الجسر اللي كان بنيه كيز في اللعبة علشان
علشان يدمره هو كمان، بس بيرد عليه الشاب ده وبيقول له مش هقولك عليه لان انت هتدمره هو كمان. فبيرد عليه انطوان ويقول له اعمل اللي انا عايزه فيها، دي لعبتي وانا حر. بس بيرد عليه الشاب ده ويقول له لا مش لعبتك، دي لعبة كيس صديقي. بيتعصب انطوان من كلام الشاب وبينده لرجال الامن علشان يطردوه هو كمان. في نفس الوقت جاي بيكون بيجري هو وصديقه على الجسر وبيفضلوا يمشوا عليه، بس انطوان بيكون بيدمر في خواتم اللعبة وبيحصل ثقب على الجسر يفصل ما بين جاي وصديقه بادي اللي بيقفوا بيكونوا هما الاتنين متأثرين باللي بيحصل لهم، وبيعتذر له جاي علشان مش هيقدر ينقذه. بس بادي بيظهر شجاعة كبيرة جدا بيخلي كل اللي بيتفرجوا عليه يعجبوا بشخصيته جدا. بعدها انطوان بيفضل يكمل تدمير في اللعبة، وجاي بيحاول ان هو يوصل لاخر الجسر ويفضل يجري والناس كلها بتكون بتتفرج عليه وبتشجعه. وفي الاخر بينجح جاي ان هو يوصل لاخر الجسر، وكله بيبقى بيترقب ايه اللي بعد كده ومستني يشوف اللي هيتم. وفجأة بالله البناء الخاص بكيز وميلي ظهر وجاي وصل عليه، وكل الناس بتفرح حتى كيز لانه بيحس ان هو وصل للي هو عايزه. بعدها بتروح ميلي لانطوان وهو بيدمر في خوادم اللعبة وتقول له خلاص انتهى الامر ووصل جاي للبناء الاصلي بتاع لعبتنا. انطوان بيكون في حالة من الهدوء اللي بيسيطر عليه وبيقول لها ايه الخطوة اللي جاية اللي انتوا عايزين تعملوها، هترفعوا عليا قضية؟ فبترد عليه ميلي وتقول له اكيد هنعمل كده. انطوان بيقول لها انا موافق ان انتوا تعملوا كده، بس في ثغرة ما تعرفوهاش لسه ما دمرتهاش وهدمرها دلوقتي. ميلي بتقول له انها مش عايزة اي حاجة غير العالم اللي هي بنيته مع الاشخاص اللي موجود عليه. يرد عليها انطوان ويقول لها طب وايه اللي انا هستفاده؟ ميلي بتقول له كل حاجة هتبقى بتاعتك، كل الارباح تخصك انت بس، والاجزاء الجاية من لعبة فري سيتي كلها ليك انت. انطوان بيستغرب جدا كلامها وبيقول لها تعرفي انها اغبى صفقة في تاريخ الصفقات الغبية، وهو انك عايزة تتخلي عن كل الملايين دي. بترد عليه ميلي وتقول له انا مش محتاجة للشهرة ولا الملايين دي علشان اثبت ان انا وكيز عملنا شيء اعجازي، وتقول له انها اكتفت من اللعبة بتاعته وجه الوقت اللي تلعب فيه لعبتها هي. بعدها بيكون كيز وميلي وصديقه متجمعين في منزلهم وبيستمروا في انشاء اللعبة الخاصة بيهم، وبيتابعوا الاخبار اللي بتقول ان انطوان خسر حاجات كتيرة جدا وبقى مستهدف للكثير من الناس. في نفس الوقت كيز بيعرض على ميلي انها تخرج معاه ويقعدوا يشربوا قهوة في اي مكان، بس ميلي بترفض وبتقول له انها تكمل في اللعب. وبيبان ان كيز متعلق بميلي من فترة طويلة. بعدها بتبدأ لعبة فري لايف الخاصة بكيز وميلي، وبيكون جاي وميلي في اللعبة مع بعض ماشيين يفضلوا يتكلموا ويفكروا بعض بكل الاحداث اللي حصلت في الفترة الاخيرة، وبيلاقي معاهم كل الناس اللي كانت متبرمجة وغير قابلة للعب في لعبة فري سيتي. بعدها جاي بيقول لميلي ان هو بيحبها بس حبه ليها نتيجة برمجته على كده، وان في حد من العالم الخارجي هو اللي كتب البرنامج ده، وان جاي مجرد رسالة حب ليها، انما المؤلف شخص تاني في الخارج او في العالم الحقيقي. بعدها بنلاقي ميلي بتدخل في حالة ذهول جوه اللعبة وبراها، وبيظهر قدامها على الشاشة فيديو لكيز وهو بيحكي عن شخصية جاي وان ازاي برمجوا على كل الاحداث اللي حصلت، وان كيز صمم شخصية جاي علشان يلاقي فتاة احلامه، وان فتاة احلام جاي هي نفس فتاة احلامي. اللي بعد ما بتسمع الكلام ده كله بتقوم تجري وتروح علشان تقابل كيز، تقول انها عرفت كل حاجة عن حبه ليها، ويفضلوا بيبصوا لبعض فترة طويلة جدا وفي الاخر بيروحوا لبعض. بعدها بنلاقي جاي في لعبة فري لايف بدأ يتعايش في كل حاجة فيها، حتى مع الشخصية اللي هي شبيهة ليه اللي كان انطوان عاملها علشان ينتقم منه في لعبة فري سيتي. بس هو ماشي بيقابل صديقه بادي ظهر في لعبة فري لايف، وجاي بيفرح جدا وبيستغرب ازاي نجي من الاحداث اللي كانت بتحصل في فري سيتي. صديقه بادي بيشرح له وبيجروا على بعض هما الاتنين ويحضنوا بعض ويبدأوا يتعايشوا في اللعبة الجديدة.